الرحيم. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونتوب إليك توبة العائدين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع حل تقييم الأسبوع الثامن صفحة 37 وصفحة 38. أولا المجموعة رقم ألف من نص البحر: سألت الصبية والأطفال عن البحر فقالوا هو زبد جميل لا خطر فيه ولا ضرر، يخرج من ثغر بسام ويهمس لنا بالكلام، نفهمه ويفهمنا، ونلعب معه بمجارفنا الصغيرة، ونعبث من مائه الضحل بأقدامنا القصيرة. أولا بيقول لك سألت الصبية وهم الصغار ومفردها الصبي عن البحر فقالوا هو زبد جميل، والزبد هو رغوة بيضاء تتكون على سطح الماء وجمعها أزباد. من ثغر فقالوا زبد جميل يخرج من ثغر بسام، والثغر وهو الفم جمعها ثغور، وبسام يعني كثير الابتسام والضحك دون صوت. يهمس لنا ويهمس لنا بالكلام، نفهمه ويفهمنا، ونلعب معه بمجارفنا الصغيرة، ونعبث في مائه الضحل. مائه الضحل الذي لا عمق فيه، أي أنه سطحي، والمضاد العميق. تبقى الضحل يعني سطحي، وعكس الضحل العميق، وجمع الضحل الأضحال والضحول في أقدامنا الصغيرة. بيقول لك هات من النص معنى قليل العمق. قليل العمق يعني سطحي، وهو الضحل. مضاد نجهله. نجهله يعني نعرفه ونفهمه. نعرفه ونفهمه. ما الأدوات التي يستخدمها الأطفال باللعب مع البحر؟ بمجارفنا الصغيرة. لماذا ينعدم الخطر في نظر الأطفال عند تعاملهم مع البحر؟ لأنهم كانوا ينظرون إلى البحر أنه زبد جميل، ينظرون إليه على أنه زبد جميل لا خطر فيه ولا ضرر، يخرج من ثغر بسام ويهمس لنا بالكلام. يخرج من ثغر بسام ويهمس لنا بالكلام، نفهمه ويفهمنا. بيقول لك هذه السفن جبارة لكن الموج أقوى. حدد الكلمات التي حذفت منها الألف. هذه وعندنا لكن. لخص الفقرة السابقة في جملة واحدة. هنا طبعا نظر الأطفال إلى البحر، أو وجهة نظر الأطفال إلى البحر، أو براءة الأطفال في كيفية رؤيتهم للبحر بأنه صديق لطيف. المجموعة رقم باء: وسألت عنه النوتية والربابنة فقالوا هو جبار نرهبه ونخشاه، لا أمان معه ولا ضمان، كم من أرانا الأهوال من زبد غضبه، وكم تحطمت سفن كالمدائن بلطمة من موجه. وسألت النوتية والربابنة. عندنا النوتية هم البحارة. النوتية البحارة هم البحارة.
والربابنة اللي هم قادة السفن، قادة السفن. هو جبار نرهبه أي نخشاه ونخافه من لطمة. هنا بيقول لك كم أرانا بلطمة. اللطمة هي الضربة، اللطمة هي الإيه؟ هي الضربة. بعد كده بيقول لك هات من النص جمع ربان ربابنة، ربابنة، ربابنة. معنى نخافه يعني نرهبه ونخشاه. لماذا شبه الربابنة السفن التي تحطمت؟ شبهوها بإيه؟ كالمدائن، شبهوها كالمدائن. ما القيمة التي نتعلمها من حذر الربابنة عند مواجهة البحر؟ طبعا القيمة التي نتعلمنا هي الخوف لغضب البحر، الخوف من غضب البحر، أو ممكن نقول كمان احترام قدرة الطبيعة، أو الحذر من غضب الطبيعة. بعد كده صوب الخطأ الإملائي في الجملة ذلك الرجل الشجاع. طبعا الخطأ في كلمة ذلك ما فيهاش ألف، من غير ألف. تحديد الفكرة الرئيسية لفكرة الربابنة. طبعا فكرة الربابنة هنا وجهة نظر الربابنة تجاه البحر، وجهة نظر الربابنة تجاه البحر، وهي الخوف والهيبة في نظرهم من غضب البحر، من أمواجه وغير ذلك. المجموعة رقم ج. ثم سألت نفسي عنه فقالوا هو شبيه بالرجل العظيم يفهمه السذج وتلاعبه الصبية، وله قدر وقيمة في نظر الأبطال، وهو لأهل الجد أعماق زاخرة بالكنوز تحتاج إلى الغوص والكد. هنا بيقول لك وهو شبيه بالرجل الإيه؟ وهو شبيه بالرجل العظيم الذي يفهمه السذج، والسذج هم البسطاء، السذج يعني البسطاء. وله قدر وقيمة، زاخرة يعني مليئة بالكنوز تحتاج إلى الغوص. بيقول لك هات من النص مرادف البسطاء وهم السذج. مفرد أو مضاد فارغة زاخرة. احنا قلنا طبعا زاخرة يعني مليئة. من الذين يصلون إلى أعماق البحر الزاخرة؟ الذين يحتاجون، بيقول لك من يحتاج إلى الغوص والكد، يعني الذين يحتاجون إلى الغوص، إلى الغوص والإيه؟ إلى الغوص والكد. بيقول لك ما الصفة التي جعلت الكاتب يشبه البحر بالرجل العظيم؟ الصفة التي جعلت هو أن له قيمة ونظر، قيمة في نظر الأبطال، أن البحر له قيمة في نظر الأبطال، وأعماق البحر مليئة بالكنوز
مليئة وزاخرة بالكنوز تحتاج إلى الغوص، تحتاج إلى الغوص والكد، وهو له قدر وقيمة، وله قدر وقيمة في نظر الأبطال. بعد كده بيقول لك أكمل بكلمة بها حرف ينطق ولا يكتب. هنقول هذا الصياد. لخص بخاتمة النص بأسلوبك الخاص مراعيا الربط المنطقي. هنقول كده تختلف وجهات النظر تجاه البحر، فالأطفال يرونه لهوا. طبعا تختلف وجهة نظر الناس، فالأطفال يرونه لهوا تجاه البحر، فالأطفال يرونه لهوا، والبحارة يرونه هيبة وخطرا. هيبة وخطرا. وبينما الشاعر طبعا يراه له قدر وقيمة في نظر الأبطال، ويراه الشاعر أو الكاتب له قدر وقيمة في نظر الأبطال، وهو لجمهور الناس منبع نفع، وللدارسين مصدر سر، ولأهل الجد أعماق زاخرة بالكنوز. أما من وجهة نظر الصيادين ويراه الصيادون مصدر رزق ومنبع للغذاء. إذن فالبحر يختلف من وجهة نظر كل شخص حسب ما يراه، فالصيادون يرونه مصدر للرزق، والباحثين يرونه السر المكتوم في صدر الزمن، بل هو الزمن الذي يضم في صدره الحضارات والأجناس والأمم، وهو أول مظهر الحياة. والصبية يرونه زبد جميل لا خطر فيه ولا ضرر. أما الربابنة وهم قادة السفن والبحارة يرونه جبار نرهبه ونخشاه ونخافه. إلى هنا نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.